كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان زمان في خياط غلبان عايش مع ابنه علاء الدين. وكان علاء الدين طيب بس كسول، وما كانش بيحب يشتغل ولا بيساعد أبوه في حاجة. ومرت الأيام وتوفى الأب، وفضلت أم علاء الدين تعافر علشان تعيش وتأكل ابنها. وفي يوم من الأيام قالت له: يا علاء الدين، انزل شوف لك شغلانة، احنا ما بقاش معانا حاجة. نزل علاء الدين وهو مش طايق نفسه في السكة، قابل راجل غريب شكله مريب. قرب منه وقال له: ازيك يا علاء، انا عمك، كنت مسافر من زمان ورجعت ادور عليكم. استغرب علاء الدين بس خدوه وراح بيه لأمه. الأم اتفاجئت بس رحبت بيه. الراجل قعد يحكي وقال له: أنا هخلي علاء الدين أغنى واحد في البلد، بس يساعدني في شغلانة صغيرة. وافقت الأم ووافق علاء الدين. تاني يوم خده وراح بيه الغابة. وقفوا قدام صخرة كبيرة. الراجل قعد يتمتم بكلمتين، وشوية انفتح الكهف وقال له: خد الخاتم ده وانزل جوه، هتلاقي مصباح قديم، هاته. فعلا نزل علاء الدين بس قلبه كان بيدق وخايف جدا. شاف دهب وجواهر بتلمع، وفي النص كان فيه مصباح قديم. مسكه وخد شوية جواهر وطلع ينادي: طلعني يا عمي. الراجل قال له بخبث: اديني المصباح الأول. علاء حس إن في حاجة غلط، قال له: لا، طلعني وبعدين خده. الراجل اتعصب، راح قافل الكهف ومشي. قعد علاء الدين يعيط وخايف. مسك المصباح وفركه من غير ما يحس. طلع له مارد كبير وبصوت يهز البلد: شبيك لبيك، أنا عبدك بين إيديك. قال له: وديني على طول على البيت، وديني عند أمي. وفي لمح البصر لقى نفسه عند أمه. ومن ساعتها المارد كان بيجيب له كل حاجة، أكل ولبس، وبنى له قصر من القصور زي قصر الملوك. وفي يوم شاف الأميرة بدر البدور بنت السلطان، حبها، بعت أمه بالهدايا الكتيرة جدا. السلطان أول ما شاف الهدايا وافق على الجواز، وعملوا فرح كبير قوي. لكن الراجل الشرير سمع باللي حصل وتنكر في شكل بائع، وخد الأميرة وخد المصباح. وفي لحظة القصر اختفى والأميرة راحت معاه. رجع علاء الدين ملقاش حاجة، افتكر الخاتم وفركه وقال: وديني عند القصر. والذكاء والحب قدروا يرجعوا المصباح ويخلصوا من الراجل الشرير. ورجع القصر مكانه، وعاش علاء الدين والأميرة مع أمه في سعادة وهنا. وتعلم علاء الدين إن الكسل عمره ما بيجيب خير، وإن الطيبة مع الذكاء أقوى من أي سحر. وتوتة توتة، خلصت الحدوتة. ويا حلوين بكرة مع حدوتة جديدة من حدوتة صغنونة.